حكاية فيلمنا بتبدأ مع طفل صغير في روسيا. جده بيعلمه ازاي يصطاد بالسلاح عن طريق ربط الحصان بتاعهم في انتظار محاولة الذئب بالهجوم عليه. وفعلا بيهجم الذئب، لكن الطفل ما بيقدرش يصطاد الذئب، وده اللي بيخلي جده ياخد السلاح وبيقتل الذئب. الطفل ده اسمه فاسيلي، بطل معركة ستالينجراد، عن قصة حقيقية. لو عجبتك الحكاية متنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناة حكاية فيلم. وعلى طول بنروح للحرب العالمية التانية سنة 1942. في ذروة الحرب العالمية التانية بين الجيش الألماني النازي والجيش الروسي، وكانت المعركة الفاصلة معركة ستالينجراد. وهنلاقي ان الجيش الروسي بيحشد كل القوات بتاعته وكل الشباب للانضمام للحرب، وكان من ضمن الشباب فاسيلي، وبيخبيهم جوه عربيات عن طريق السكة الحديد، وعن طريق القطر بيبتدوا يتحركوا لمدينة ستالينجراد. في البداية بيتوقفوا في أول المدينة وبينزل كل المدنيين، وبعد كده القطر بيكمل بالعسكريين فقط لنهاية المدينة لخط النار. وكانت البداية ان هما لازم يعدوا النهر عن طريق القوارب اللي موجودة، وبمجرد ما بيركبوا القوارب بتبتدي الهجوم عليهم من القوات الألمانية مباشرة عن طريق الطيران، وبيحاولوا ان هما يقتلوا كل اللي موجود في القوارب. وفي فعلا قوارب كتيرة جدا انفجرت، لكن لحسن حظ فاسيلي القارب اللي هو موجود فيه بيوصل بالمجموعة اللي موجودة عليه، عشان يتفاجئ فاسيلي بعدها انهم هيسلموا عليهم السلاح. لكن تسليم السلاح اللي هيحاربوا بيه كان في حاجة غريبة جدا، انهم بيسلموا لكل اتنين، واحد بيستلم سلاح والتاني بيستلم الرصاص، وبمجرد ما زميله بيموت بياخد الرصاص بتاعه. وده فعلا اللي حصل مع فاسيلي، ولقى نفسه بيستلم رصاص فقط، وان هو مربوط بواحد قدامه. ولقى القادة الروس اللي موجودين بيحذروهم اي محاولة للهرب هم اللي هيقتلوهم مش الالمان. وبتبدأ فعلا المعركة الشرسة جدا بين الروس والألمان، والجندي اللي كان معاه السلاح قدام فاسيلي بيموت، وفاسيلي بيحاول ياخد السلاح بتاعه لكن في واحد تاني من الجنود خده قبله. وكانت معركة شرسة جدا راح ضحاياها كل الجيش الروسي، حتى القادة الروسيين ابتدوا ان هم يقتلوا الناس اللي بتنسحب منهم. وبعد نهاية المعركة كانت الغربان بس هي اللي بتاكل في الضحايا. وهنلاقي ان في عربية بتيجي بأقصى سرعة، والجيش الألماني بيحاول ان هو يقصف العربية، وبيقدر فعلا ان هو يوقعها. وبعد محاولات لضربها بيخرج واحد منها اسمه دانيلوف، وده ضابط روسي، وبيستخبى في النافورة من الجيش الألماني اللي كان بيحاول انه يمشط المنطقة، وضرب كل اللي في النافورة. لكن دانيلوف لسه عايش وكان عايز ينتقم، وشاف واحد من القادة الألمان بيستحمى وكان عايز ينشل عليه ويضربه، لكن هو ما عندوش خبرة كبيرة جدا في استخدام السلاح. وفاسيلي هيطلب منه ان هو يديله السلاح، لكن جت عربية دورية ألمانية عطلت المهمة، وبيطلب دانيلوف من فاسيلي انه ما يقتلش، لكن فاسيلي فعلا قدر ان هو يقتل الضابط الألماني وكمان كل القوات اللي موجودة حواليه. فاسيلي كان بيستنى ميعاد الانفجار عشان يبتدي ان هو يضرب، واتعرف على الضابط الروسي دانيلوف، واللي خده معاه وقال له ان هو هيكتب عنه في الجريدة الروسية اللي مسؤول عنها. وفي الوقت ده كان بيوصل ممثل جديد عن ستالين القائد الروسي اسمه كوريشوف، وده هيبقى القائد العسكري عن ستالينجراد. وطلب من القائد القديم انه يقتل نفسه عشان ضحى بجنود الروس، وهيعنف كل القادة الروسيين اللي موجودة قدامه وهيطلب منهم حلول، ولا واحد منهم هيديله حل ما عدا دانيلوف، واللي هيطلب منه حاجة واحدة بس، ان هم لازم يديهم الامل. وقال له ان هو عنده الحل ويعرف بطل من الابطال اللي موجودين ويقدر يدي الامل للجنود الروسيين. وبيرجع فعلا لفاسيلي وقال له ان هو اترقى، وفاسيلي كمان اترقى، وهيكتبوا عنه في كل الجرايد الروسية عشان يعلوا من الروح المعنوية للجيش الروسي. وانتشرت قصة فاسيلي جدا، وبقى مرعب الألمان، وبقى بيحاول ان هو يصطاد فيهم. لكن في يوم بيجيله طفل صغير اسمه ساشا وبيعزمه معاه، وبيروح لوالدة ساشا. وكمان دانيلوف عرف نفس المكان وبيوصل لفاسيلي، وهم قاعدين بتيجي جارتهم تانية بتكون يهودية روسية انضمت بعد ما الألمان قتلوا أبوها وأمها، وبتتعرف على فاسيلي وعلى الضابط دانيلوف. وعلى الناحية التانية في الصليب الأحمر بيحصل تقابل للقطارين، القطار الروسي بتاع الجرحى الروسيين والقطار الألماني اللي جايب القائد كونيج من أشهر وأمهر القناصة الألمان، جايبينه مخصوص بعد ما تسبب فاسيلي في انهيار الجيش الألماني وقتله لمعظم القادة الألمان الموجودين في المنطقة. وكانت مهمة كونيج الوحيدة ان هو يتخلص من فاسيلي. وعلى الناحية التانية بيستدعوا فاسيلي وبيقولوا له ان هم عندهم مشكلة كبيرة جدا في مخزن الأغذية،
ان في 5 ضباط ماتوا عن طريق قناص الماني، وبيروح فاسيلي ومعاه 2، وقدر فعلا ان هو يقتل القناص الالماني، وهياخد واحد معاه عشان يتأكدوا ان القناص ده مات. لكن كان في فخ وقتل التالت اللي كان موجود معاهم القناص الالماني. وبعد ما بيدخل فاسيلي وزميلته المبنى بيتأكدوا فعلا من وجود الفخ، وفاسيلي عرف عن طريق عقب السيجارة ان القناص لسه موجود. وبعدها هتبتدي الطيارات الألمانية تهاجم كل المباني الموجودة في ستالينجراد، وهنلاقي ان البنت اللي موجودة مع فاسيلي بتحاول الهروب بعد ما فاسيلي نصحها انها تفضل موجودة، وعن طريق الدخان اللي موجود بيقدر فاسيلي انه يهرب. هنلاقي ان كونج بيروح لساشا عشان يلمع له الأحذية، لكن ساشا بيقدر يتكلم ألماني وبيترجم له كل اللي موجود في الجرايد. وفاسيلي بيروح للمقر الروسي وبيحاول يحكي لدانيلوف عن القناص الألماني، واللي بيقول له ان اسمه كونينج وجاي مخصوص عشان يقتله، وهم كمان جابوا له عسكري اسمه كوليكوف كان بيدرس معاه قبل كده. وبعدها بيروح عشان يقابل كورشوف، وبيدخل عشان يقابل كورشوف وبيبتدوا يدوا التحية لستالين. وبيرجع بعدها فاسيلي عشان ينام، وبيصحيه كوريكوف عشان يبتدوا يتحركوا، وقال له ان احنا هنحاول ان احنا نجذب كونينج ناحيتنا. وفعلا بيتحركوا بين المباني، وكان الجيش الألماني هيحاول يقتلهم، وفاسيلي هيضطر ان هو يقطع سلك الاتصالات عشان يوصل للجيش الألماني ان السلك اتقطع ويحاولوا يصلحوه، وطبعا بيغيروا مكانهم. وكان كوليكوف بيحكي لهم عن اللي بيحصل معاه في السجون الألمانية، وقتل عامل الاتصالات اللي جاي يصلح القطع. وهنا زميلهم التالت راح يبلغ الجيش الروسي بكل اللي بيحصل. وكان كونينج هنا جات له تقارير عسكرية عن ان في قناص روسي موجود عند محطة القطار، وانه كمان قدر انه يقتل 3 فنيين، وفي نفس الوقت هم اثروا اسير روسي ممكن يفيد كونغ بمعلومات عن فاسيلي لانه كان موجود معاه. وهنا الاسير الروسي ابتدى ان هو يقول لهم انه بيتحرك بسرعه جدا ومش هتقدروا تحددوا مكانه، وطبعا كونغ امر ان هم يلبسوه نفس اللبس بتاعهم، وابتدى ان هو يروح يصلح التليفون. لكن دي كانت خدعه، وكوليكوف فعلا بيقتله وبيبتدي ان هو يعرفهم مكانه. وهنا كان كونغ قاعد مستني ان هم يبتدوا يتحركوا، وقدر يحدد الدور اللي هم فيه، وكمان ما بلعش الطعم اللي عمله له كوليكوف. وكان فاسيلي بيحاول يقنع كوليكوف ان الالمان اكيد بيعملوا حاجه غريبه، مش معقول ان هم يبعتوا واحد تاني يصلح التليفونات وعارفين انه هيتقتل. قالوا الالمان زينا بالظبط ومش هيهتموا بالجنود. لكن طبعا كونج بيقتله وبيستنى ان هو يتحرك، وابتدى فعلا ان هو يصطاد. وبنروح على طول لمقر الجيش الروسي، واللي بيطلب منه كوريشوف من دانيلوف ان هو لازم ينتصر في المعركة دي، وبيقول له ان احنا ما عندناش وقت ولازم فاسيلي يقتل الرائد الالماني. وبعدها دانيلوف كان بيحاول ان هو يقرب لتانيا بما انهم يهود زي بعض، ولكن فاسيلي بيرجع وبيقول له ان كوليكوف اتقتل، وان هو ما يقدرش يقتل الرائد الالماني لانه دايما بيسبقه بخطوه. وهنا دانيلوف وعده ان في حد بيديلهم المعلومات، وهو المره اللي جايه اللي هيكون بيسبقه. وكان فاسيلي بطلب من دانيلوف بيحاول يقنع تانيا انها تخرج من الحرب، لكن حكيت له ازاي باباه ومامتها ماتوا عن طريق الالمان، وان هما كانوا بيقتلوا كل زوجين مع بعض برصاصه واحده، بحيث ان اللي يتقتل يسحب التاني اللي معاه عن طريق النهر وبيغرق فيه. وهنلاقي ان الجنرال كونيغ بيرشي ساشا الطفل الروسي عشان يقول له على مكان فاسيلي، وفعلا ابتدى يقول له معلومات عنه، وان هو بيستخدم المواسير اللي موجوده تحت المصنع عشان يخرج منها. وطبعا الجنرال كونيغ ابتدى ان هو يحضر نفسه وكان مستني فاسيلي. وفعلا هنشوف ان فاسيلي بيعمل نفس اللي قاله ساشا، وبيستخدم المواسير عشان يقدر يمشي من خلالها في المصنع. وكان معاه واحد من زمايله، والجنرال حس بيه وخد مكانه وكان مستنيه يخرج من المواسير. وفعلا بيخرج فاسيلي وزميله، والجنرال قدر انه يقتل زميله وحاول يقتل فاسيلي، لكن فاسيلي هرب منه واستخبى ورا صندوق، وصاحبه طلع لسه عايش وبيرجع. وهنا فاسيلي حاول يرجع سلاحه، لكن الجنرال بيقطع الحبل، والطيران الالماني قصف المصنع، وطبعا الازاز وقع في كل حته، وقدر يشوف الجنرال من خلال الازاز فاسيلي. وتانية بتحاول تنقذه وكانت عايزه تقتل الجنرال، لكن فاسيلي هيقول لها انها تدور على اي قطعه زجاج موجوده، وهيوصف لها المكان اللي موجود فيه الجنرال. وفعلا تانية بتنجح انها تلاقي قطعه زجاج كبيره، وبتحاول انها تشغل بيها الجنرال، ويقدر فاسيلي ان هو يضربه في ايديه. والجنرال بيروح لساشا وبيقول له احكي لي اكتر عن فاسيلي ووالده، ليه ما دربوش مكان جده وانت بتحبه. وساشا قال له انا بحبه جدا، بس انا بساعدكم عشان عارف ان انتوا اللي هتنتصروا. وبيرجع فاسيلي لدانيلوف وبيقول له ان هو استحاله ينتصر في الحرب دي وعايز يرجع جندي عادي. وهنا دانيلوف طلع له المفاجاه وقال له ان ساشا بيساعدنا، وطبعا عاتبه فاسيلي جدا وقال له ما تستخدمش ساشا.
وطبعا فاسيلي عن طريق ساشا قدر يحدد المكان اللي هيكون فيه الجنرال وكان مستنيه، لكن بسبب التعب الشديد جدا الجنرال عدى من قدامه وهو مش واخد باله عشان كان نايم. وهنلاقي ان بعدها بتحصل حرب شديدة جدا في نفس المنطقة اللي موجودين فيها، وكان في واحد حرامي بياخد كل المقتنيات بتاعة الجنود، وخد حاجة كمان من فاسيلي بعد ما الجنرال قدر ان هو يحدد مكانه، خد الهوية بتاعته. وهنا بيطلبوا من الجنرال انه يرجع بلده بحيث ان فاسيلي مات، وده اللي بيوصل للقائد الروسي وقال هنا لدانيلوف ان هما لازم يطلعوا يكذبوا الموضوع ده. وهنا ساشا كان حزين جدا، لكن الجنرال قال له ان هو ما ماتش لان هو لسه ما قتلوش لحد دلوقتي. وهنا الجنرال كان ابتدى يشك في ساشا وقال له ان هو هيستنى فاسيلي في محطة القطار، وفاسيلي بيرجع وبيشوفه دانيلوف واللي بيفرح جدا بعودته، وساشا بيروح لفاسيلي بيقول له على المكان اللي هيستناه فيه الجنرال، وفعلا الجنرال بيتأكد ان ساشا هو الجاسوس، وبيوصل للمكان اللي بيخرج منه ساشا وبياخده معاه وقال له ان انا وانت اعداء وانت هتخليني اعمل حاجة انا ما كنتش عايز اعملها، وفعلا هيعدمه. وبتشوف تانية المنظر وبتتعصب جدا، كانت عايزة تخرج ولكن فاسيلي بيمنعها، وفاسيلي بيقنعها وبيقنع والد ساشا ان هما لازم يخرجوا من المكان، لكن اثناء القصف بتتصاب تانية إصابة شديدة جدا. وهنا والدة ساشا بتسيب له رسالة على أمل إنه لسه عايش، وبيرجع دانيلوف وعايز يساعد فاسيلي بأي طريقة بعد ما قال له إن تانية ماتت، لكن هنا دانيلوف بيقرر إنه يضحي بنفسه عشان يعمل حاجة كبيرة، وبيظهر للجنرال عشان يعرف مكانه واللي فعلا بيقتله، والجنرال بيفتكر إن هو كده بيكون قتل فاسيلي، وبيخرج من المكان اللي مستخبي فيه عشان يوصل لجثة فاسيلي، لكن بنلاقي ان فاسيلي بيكون واقف ومستنيه ومحضر السلاح بتاعه وفعلا بيقتله. وبعدها فاسيلي بياخد سلاح الجنرال وبيديه للضابط دانيلوف عشان يرد له اللي عمله. وبعدها بشهرين وبعد انتصار القوات الروسية بمساعدة البطل فاسيلي بيدور على تانية في كل المستشفيات، وفعلا في النهاية بيقدر ان هو يوصل لها. ودي كانت نهاية حكايتنا مع قصة حقيقية عن مدينة ستالينجراد.